ورجع أبونا من التراويح ويلا نجهز الحلا. نسيح خليط الزبدة مع السمن وندهن فيه ورق الجلاش، ونبدأ نرش الفستق بشكل طولي، وبأي عود موجود عندنا نلف عليها الجلاش، وبعدها نسحب العود ونعمل الجلاش على شكل دائري. نحاول نلصق الأطراف مع بعض مظبوط وندهنها بشوية سمن عشان لا تفك علينا في الفرن. بعد ما جهزنا الكمية حندخلها الفرن، وكده بعد ما خرجت حنسقيها بالشيرة. حزينها بالقشطة البيتي، حتلاقوا وصفتها أسفل الفيديو، وبعدها حرش عليها شوية فستق مطحون. وبكده وصفتنا صارت جاهزة، وبدأ أحلى وقت في اليوم، حلا وقهوة وجلسة روقانية. في دنيا تخلو من الضمانات أتكئ على رحمتك، فوحدها المضمونة دائما. أقبل على كل خطوة وأنا قلبي معبأ بالخوف، ثم أعود وأهدأ لأن أمري كله بيدك. أخشى الغد لكن سرعان ما يتلاشى خوفي بذكرك. أحسب 1000 حساب لكل أمر، ثم أضعهم جنبا وأتوكل عليك. أعيش مائة سيناريو مرعب في مخيلتي، وتمحيهم ثقة لا متناهية فيك. أنا يا رب أحيا في كنفك الآمن، وأعلم أنك لن تضيعني ولن تدعني خائب الأمل. رمضان كريم.